حبايبي الغاليين، ازيكم؟ النهارده بقى هنعمل وصفة من وصفات زمان اللي ريحتها كانت بتقلب البيت والشارع من جمالها. يا سلام بقى عليها مع كوباية شاي باللبن، حاجة كده في منتهى الجمال. هنعمل النهارده منين بالعجوة، او كما يطلق عليه كعب الغزال. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. في البداية هنحتاج كيلو دقيق ننخله كويس، ننزل عليه بمعلقتين كبار سمسم محمص ومعلقة كبيرة ريحة الكحك، وده اختياري بس هي بصراحة بتدي طعم تحفة. ننزل بقى بمعلقة كبيرة وربع خميرة و3 معالق كبار سكر ومعلقة صغيرة ملح. نقلب بقى كل المقادير الجافة سوا وننزل عليهم بكوبايتين الا ربع سمنة بلدي وتكون سخنة. ممكن تعملوه بأي نوع سمنة بتستخدموه، وكمان ربع كوب زيت. وممكن نستخدم الكمية كلها سمنة أو كوباية سمنة وكوباية زيت. نلم بقى الدقيق بمعلقة عشان السمنة طبعا سخنة، ونفضل نلم في الدقيق لحد ما يتغلف كله بالسمنة ويبقى شبه الرملة المبلولة. نجيب بقى كوباية لبن وتكون دافية، ننزل بنصها ونلم العجين، واوعوا تعجنوه لأن العجين هيعمل عرق معانا والعجينة هتبوظ مننا. ننزل بقى بالنص التاني ونكمل لم العجين. لسه طبعا العجينة عايزة سوائل، فهنحتاج كوباية الا ربع مية دافية ننزل بيها شوية بشوية ونلم العجينة لحد ما تبقى زي الفل. شايفين العجينة تحفة وناعمة جدا. نغطي عليها بقى ونسيبها ربع ساعة لحد ما نحضر الحشو. هنحتاج عجوة نحط عليها معلقة كبيرة سمنة أو زبدة أو زيت اللي متوفر عندكم ونعجنها كويس. ونجيب بقى كيس تلاجة ونفرده بالشكل ده، وناخد جزء من العجوة ونفرد عليه كيس تاني ونبدأ نفردها، ولازم تكون رفيعة جدا زي الشكل ده بالظبط. نخلص بقى كل الكمية ونيجي بقى للسمسم اللي هنغطي بيه المنين. هنحتاج كوباية ونص سمسم، نضيف عليهم معلقتين كبار عسل اسود ونقلبهم مع بعض كويس ونركنهم بقى على جنب، هنحتاجهم بعد كده. ودي العجينة بتاعتنا التحفة. ناخد جزء منها ونبدأ ندمجها بالشكل ده عشان نخرج كل التخمير منها واي مسامات فيها. نفردها بقى بالشكل ده، عاوزينها تبقى رقيقة جدا بسمك نص سنتي اقل حاجة. وبسكينة بقى او قطاعة نبدأ نساوي الاطراف، ونجيب العجوة بتاعتنا نحطها على العجينة بالشكل ده، واي فراغات فاضية نكملها بالعجوة. نفرد بقى كيس عليهم ونسويهم على بعض بالشكل ده. نبدأ بقى من الطرف نلم العجينة رول لحد النص، بسكينة بقى ونقطع الرول بتاعنا ونبدأ نقفله بالشكل ده. نخلص بقى الرول التاني كمان، ونجيب بقى السمسم بالعسل اللي كنا جهزناه وناخد رول المنين وندحرجه على السمسم بالشكل ده. بالطريقة دي السمسم هيغلف كل المنين معانا. نخلص بقى كل الكمية ونجيب سكينة ونقطعه قطع متساوية بالشكل ده. شايفين الجمال؟ تحفة بجد. نرص بقى المنين بتاعنا في صينية، ونغطي عليه ونسيبه نص ساعة، وبعد كده هندخله فرن سخن على الرف الوسطاني ودرجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. واخر 5 دقايق هنفتح الشواية عشان ياخد لون ذهبي جميل. ومتطلعوش المنين خالص لو حسيتوا ان المكان بتاع الحشوة لسه طري من جوه. نهدي الفرن خالص ونسيب المنين 5 دقايق كمان جوه الفرن، هتلاقيه المكان بقى ناشف معانا وزي الفل. نخرجه بقى من الفرن ونسيبه يبرد خالص ونحفظه في علب محكمة الغلق. بجد مش قادرة اوصف لكم تحفة ازاي، وطعمه روعة وسهل جدا ومش هياخد منكم وقت خالص. ينفع للفطار وينفع للعشاء، اولادنا ياخدوا معاهم في المدرسة. بجد روعة، هيعجبكم قوي.
أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، مستنية تطبيقاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا مقدما على